ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد وفيديو تفريزات اسبوعيه بميزانيه صغنونه وافكار كده حلوه لوجبات الغدا. فاول حاجه ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. اول حاجه كده عشان نعمل تفريزات لازم نفرم شويه بصل حلوين. وطبعا خديها فرصه بقى وانتي مشغله الكبه، لو عندك كميه بصل زياده افرمي بزياده وخدي على قد استخدامك للتفريزات، والباقي بقى شيليه في علب او اكياس في الفريزر بتخرجيه كده متجمد وتستخدميه. بيوفر بقى عليكي ان انت تشغلي الكبه كل طبخه او ان انت تقشري بصل، فيعني ايه يبقى كله كده يوم واحد. فالمهم كده حبايبي هنشتغل كده النهارده على كيلو من اللحمه المفرومه، وهقولك على ميزانيه في حدود 500 جنيه لأسرة مكونة من 6 أفراد. فخدي بقى الأفكار دي وطبقيها وإن شاء الله تعجبكم. فأول حاجة هنشتري كيلو من اللحمة المفرومة، وأنا بصراحة بحب اللحمة البرازيلي جدا ومش بجيبها من عند أي حد. فالمهم يعني هنجيب كده كيلو في حدود 310. ولو عايزة تشتغلي باللحمة البلدي هيكون برضو سعرها في حدود 360 أو 370، وبتختلف طبعا من مكان للتاني. إنما البرازيلي سعره من 300 ل 310. هقسم الكيلو على 3 وجبات. طبعا فرمت بقى عندي هنا البصل، وعشان بقى فيه لحمة ففرمت البصل ناعم جدا، اللي هو طحنت البصل في اللي هي الكبة الصغيرة. بتخلي البصل بيوريه جدا. لو عندك بقى اولاد مش بيحبوا شكل البصل ولا طعم البصل في الاكل فالبصل بيختفي تماما. فهعمل اول وصفة وهي الكفتة البانيه، وتقدري تعمليها كفتة حاتي. هتزودي بقى عليها معلقتين كده كبار من البصل. يبقى احنا قسمنا الكيلو لتلات تتلات. هاخد كده جزء منه ازود عليه معلقتين كبار من البصل، وهزود عليه ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. ومعايا كمان اللي هو الفيجيتار او ممكن تستخدمي البقسماط الناعم. زودي برضو نص كوباية. لو عايزة تزودي نص كوباية فول صويا برضو بيبقى النتيجة هايلة جدا. فاخلطي بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعض. ولو عايزة تاخديها وش في الكبة، اللي هو تنعميها اكتر في الكبة وتطحنيها اكتر وتفتل كده معاكي، زودي لها كمان معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة. هتاخدي نتيجة ولا احلى من كده. فزي ما انتوا شايفين هبدأ ان انا انعم معايا اللحمة. وسر تماسك الكفتة ان انتي تنعمي اللحمة كويس قوي. فعجنتها بقى كويس جدا وابدا ان انا اشكلها معايا. عايزه في الخطوه دي تزودي لها مثلا شويه بقدونس، هتبقى طعمها حلو قوي. عايزه تشكليها ككفته حاتي، شكليها من غير اي بقى اضافه بقسماط ولا اي حاجه. فعشان عايزه اعملها كفته بانيه هبدا ان انا اشكل معايا اصابع الكفته. ولو حسيتي ان هي بتلزق في ايدك سيكه كده، تبداي ان انت تبلي ايديكي ميه او الجلافز ميه، وابداي شكلي معاكي اصابع الكفته. ودي اول وصفه هتعمليها. وبتبداي تعملي بقى على حسب العدد. يعني انا مثلا اسره مكونه من 6 افراد، فهعمل مثلا في حدود 12 صوبع 13 صوبع كفته. زي ايه ما يطلع معايا الكميه اللي انا واخداها. ممكن اعمل بقى جنبها سمبوسه، بطاطس محمره. عايزه تعملي جنبها رز اصفر، مكرونه. فبرضو الاطباق الجانبيه دي بتفرق جدا في الوجبه لما بتقدميها. وكل الوصفات الحلوه دي عملتها معاكم قبل كده، وبتطلع سفره شكلها حلو قوي. بعد ما شكلت الكفتة ضغطتها كويس جدا في البقسماط. مفيش بقى خطوة اللي هي اضافة البيض والدقيق والخطوة الطويلة قوي دي، احنا بنختصرها ان احنا بنشكل معانا كل اصابع الكفتة وتضغطيها كويس قوي في البقسماط. كل ما ضغطيها في البقسماط هتمسك معاكي ومش بتفك ولا بيجرى لها اي حاجة. عايزة تحمريها في الزيت حمريها، عايزة ترصيها كلها في القلاية الهوائية وترشي عليها شوية زيت، برضو النتيجة بتكون حلوة جدا. شايفين بقى جمال الكفتة؟ ودي كده هتكون اول وجبة معانا. نعمل بقى تاني وجبة. ممكن تعمليها مثلا فطاير كده باللحمة المفرومة، ممكن تعمليها حواوشي، ممكن تعمليها مثلا ميني حواوشي. كل الافكار دي عملتها برضو معاكم قبل كده. وكمان ممكن نعملها اللي هي الكايزر، اللي هو فيه بقى حشوة اللحمة كده منه فيه ده، بيبقى طعمه حلو جدا. اخدت بقى التلت التاني من اللحمة وزودت عليه كمية بصل، وهنا بقى كمية البصل ازيد شوية من معلقتين اللي انا زودتهم على الكفتة، لان العيش بلحمة مثلا او الفطاير باللحمه تقدري تعمليها كده. يعني كميه البصل قد كميه اللحمه، يعني مثلا نص كيلو بصل عليه نص كيلو لحمه مفرومه، او تلت بصل عليه تلت لحمه مفرومه. هيبقى معاكي برضو النتيجه حلوه قوي. زودت برضو التوابل، ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. لو عندك خلطه الحواوشي اللي هي الخلطات الجاهزه تقدري برضو تزودي منها، بيكون طعمها حلو جدا. عايزه تزودي مثلا 100 جرام او 50 جرام من اللي هي الدهون، اللي هي دهون بيت الكلاوي، بنفرمها برضو في الكبة وبنستخدمها، بتخلي طعم الحواوشي او العيش بلحمة احلى واحلى. فزودت معايا هنا بقى كمان للتماسك كده عشان تمتص كل السوائل اللي هي بتنزل من اللحمة، واللحمة ما تكشش معانا
وتحافظ على شكلها زودت برضو معلقتين من البقسماط او معلقة من الفيجيتار. خلطت عندي بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعض، وهبدأ ان انا ارصها معايا في اطباق التفريز زي ما هي كده. عايزة تشكليها يعني كور صغيرة وتعمليها شبه كفتة داوود باشا، هتبقى معاكي برضو وصفة مختلفة تماما. عايزة تعمليها مخبوزات، خليها معاكي بالطريقة الحلوة دي. وبرضو وانتي بتعملي مثلا العيش بلحمة، لو حسيتي ان كمية اللحمة مش هتكفي معاكي كل الكمية اللي انت عايزة تعمليها، مفيش مشكلة ان احنا نعمل جنبها فطاير بالجبنة، وبتكون وجبة غدا حلوة وجميلة ويومه بيعدي. تعالوا بقى ناخد التلت التالت من اللحمة. يبقى ده كيلو قسمناه لتلات تلات، عملنا تلتين اللي هي الكفتة البانيه، والتلت التاني عملناه حواوشي او عيش بلحمة، والتلت بقى التالت هنعمل منه برجر. تقدري برضو تعمليه مثلا كفتة حاتي او تعمليه اي حاجة تانية انت عايزاها، بس انا بقولك على منيو كده تعمليه حلو قوي. فاخدت بقى كمية البصل، يعني برضو مش بنزود بصل كتير للبرجر، او ممكن ما تضيفيش اي بصل خالص، بس انا البصل يعني بحب ادخله في كل الاكلات، قيمة غذائية ونفس الوقت كمان بيخلي الطعم حلو. هاخد بقى عندي هنا الفول الصويا. انا اخدت كده كوباية من الفول الصويا بالكوب المعياري، ممكن تزودي نص كوباية. لو مش بتحبي الفول الصويا خالص تقدري تستبدليه بالبرغل، تاخدي مثلا نص كوباية من البرغل الناعم وتنقعيها وتفرميها بقى مع اللحمة، برضو هتضاعف معاكي الكمية وهيبقى معاكي نوع تالت من الكفتة لو مش عايزة تعملي برجر بالفول الصويا. لو عايزة تعملي بقى برجر بالفول الصويا هتاخدي برضو من كوباية لنص كوباية وتزوديها، وتسيبها طبعا تتنقع الاول عشان يطرى معانا، ونبدأ ان احنا نشتغل في وجبة البرجر. زودت برضو عندي ملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وكان عندي كمان اللي هي الخلطات البرجر اللي هي بتتباع سايبه بالكيلو، زي شركة ويلز او شركة شيفي. زودت برضو كده شوية منها، وهبدأ ان انا اخلط معايا كل اللحمة كويس جدا. في الوقت ده الفول الصويا كانت نقع معايا. بناخد بقى الفول الصويا نطحنه كويس قوي في الكبة زي ما انتوا شايفين. هتلاقوا بقى كل حبات الفول الصويا نفشت كده معانا. واستخدمي الفول الصويا اللي هو الحصى اللي هو الخشن، بلاش تشتري الفول الصويا اللي هو البودر او المطحون وتقولي ده هيبقى احلى وهيبقى اسهل خالص، هتاخدي نتيجة وحشة جدا. فدايما خليكي في الفول الصويا اللي هي الحبة الكاملة اللي هو بيكون خشن. صفيته بقى كويس قوي من الميه، واخدته بقى طحنه كويسه قوي في الكبه. وزي ما قلت لكم الكبه الصغيره دي كبه تورنيدو، بتطحن معايا سواء البصل او اي حاجه عايزه تعمليها فيها طماطم، فبتخلي الحاجه معانا بيوريه قوي. غير بقى الكبه التانية الكبيره اللي عندي دي بتفرم معايا البصل فرم بقى بكل مراحله، من اول الفرم الخشن للفرم الوسط للفرم الناعم، يعني اللي هي بتقطعه قطع صغيره قوي قوي. انما الكبات الصغيره دي الميزه فيها ان هي بتطحن معاكي بقى اي حاجه بتفرميها. تمام كده يا حلوين. المهم يعني اخدت بقى الفول الصويا وعجنته كويس جدا مع اللحمه، وبقيت عندي كده كل الخليط متماسك وحلو قوي. هجيب بقى معايا المكبس اللي هو مكبس البرجر، ومعايا الاكياس اللي هي المناديل البلاستيك دي، ونبدا ان احنا نضغط بقى كل وحدات البرجر، وبيبقى طعمه حلو جدا. واضافه الفول الصويا مش بتخليه كش معاكي، ويعني مش بتحسي ان انتي بتاكلي مثلا حاجه طعمها غريب، لان هو طعمه يعني بياخد من طعم اللحمه، مش بيضيف اي طعم اضافي للحمه يخليها مثلا مش حلوه، او هتحسي ان في مثلا اضافه على البرجر. بالعكس تماما، طعمه بيكون حلو جدا. وعندي البنات كمان يعني بقوا بيحبوا البرجر اكتر باضافه الفول الصويا. والفول الصويا مفيش فيه اي اضرار ولا اي حاجه خالص، بالعكس تماما. في الناس اللي هي النباتيه بتاكل الفول الصويا وهو بديل للحمه المفرومه، وهتلاقوا منه خلطات كتير قوي للرز بقى البسمتي، وحاجات كتير جدا بتتعمل بيه. هو بس الافراط فيه اللي غلط على الولاد. فطبعا احنا بناكل كل حاجة باعتدال، فما فيش فيها اي مشكلة. خلصت بقى عندي هنا كمان وجبة البرجر، وكده بقى معايا ميزانية 300 جنيه بكيلو لحمة مفرومة. عملنا 3 وجبات حلوين قوي ومشبعين، وكل الوجبات دي هتكفيكي لأسرة مكونة من 6 أفراد. وطبعا أنا بقولك الكلام ده بناء على تجربة، وانتوا ذات نفسكم شفتوا معايا قبل كده كل الوصفات دي بطريقة عملية، فجربي ومش هتندمي. لو عايزة تمشيها ميزانية أسبوعية ب300 جنيه وتجيبي كيلو لحمة مفرومة وتعملي بقى يوم مثلا غدا عادي ويوم لحمة، هتبقى معاكي حلوة جدا. لو عايزة توصلي مثلا الميزانية لحد 500 جنيه، تقدري تجيبي مثلا فرخة في حدود 200-250 جنيه. الفراخ يعني الى حد ما سعرها نزل شوية، يعني النهاردة الكيلو كان ب80 جنيه،
فتقدري تجيبي فرخة كده حلوة هتبقى في حدود مثلا 160 او 200 جنيه، هتكون فرخة كبيرة. عايزة تجيبي كيلو بانيه ب200 جنيه وتعملي منه وجبتين، يعني تقطعي مثلا منه صدور اللي هي الفيليه، تاخدي منها ستريبس وتكون وجبة، وتاخدي نص كيلو التاني تقطعيه مثلا شاورما وتكون وجبة تانية معاكي. مع ميزانية اللي هي اللحمة المفرومة عملنا 3 وجبات، وهيبقى وجبتين كمان من اللي هي الفراخ البانيه، فهيبقى معاكي ميزانية 5 وجبات بسعر 500 جنيه، يعني الوجبة ب100 جنيه. فدي برضو ميزانية أسبوعية جميلة لو انتي مثلا ما عندكيش مساحة في الفريزر ومش عايزة تقفي تعملي كل مثلا التفريزات كلها أول الشهر زي ما بتشوفوا معايا، وعايزة تعملي كده كل أسبوع ميزانية، فدي فكرتها بتكون حلوة جدا. التفريزات زي ما انتوا شايفين هي مش بتاخد وقت معانا خالص، الخطوات كلها بسيطة كده وسهلة ومترتبة، ودايما كده يعني ظبطي الشغل حواليكي وحضري كل حاجتك، هتلاقي امورك تمام وكل حاجة جميلة. فاخدت كده معايا نص كيلو من الفراخ البانيه، قطعته كده شرايح ستريبس وبقى عندي وجبة ستريبس. طب لو انت عايزة مثلا يعني تاكلي بقى فراخ اللي هي بعضمها، في بقى الفراخ اللي هي فراخ الشوي، يعني دي بتكون افضل كتير من الفراخ اللي هي المجمدة. كلنا عارفين في الاسواق في الفراخ المجمده اللي هي بقى الوطنيه او شهد او ايا كان الشركه ايه، فالفرخه دي بيكون وزنها مثلا في حدود 1200 جرام، 1500 جرام ده بالكتير قوي. فانتي بتلاقي الفراخ دي بس فريش كده وطازه عند بياعين الفراخ، وبتلاقي برضو سعرها في نفس الرينج كده، الفرخه مثلا ب100 جنيه، 120 جنيه. فتقدري برضو تجيبي بدل مثلا كيلو البانيه اللي ب200 جنيه، تجيبي الفراخ الحلوه الصغيره دي للشوي. وعلى فكره لما بتشتريها بقى فريش بتلاقي كده الفرخة كويسة وحلوة ويعني تتاكل وتشبع. تقدري بقى تعمليها فراخ محشية او تقدري تعمليها فراخ كده وجبة كنتاكي، هتبقى معاكي برضو ميزانية 220 او 250 جنيه للفرختين، هتبقى معاكي حلوة جدا. وممكن لو مثلا عايزة تعملي ميزانية تانية ممكن اقولك فكرة تانية، ان انتي مثلا هتشتري الفراخ هنقول الفرختين ب220 او 250 جنيه، وهتجيبي مثلا نص كيلو لحمة مفرومة هنقول ب150 جنيه، يعني الإجمالي هيكون في حدود 400 جنيه. هتعملي تقسيمة الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده، كل فرخة كده لوحدها. فرخة ممكن نخليها سليمة زي ما هي للحشو، والفرخة التانية ممكن نفتحها من سلسلة الظهر ونبدأ ان احنا نعملها فراخ مشوية، او ممكن نقطعها ل8 قطع وتبقى وجبة كنتاكي. وتجيبي مثلا نص كيلو لحمة مفرومة تعمليه على وجبتين زي ما عملت معاكم قبل كده، اللي هي الوجبات بقى الاقتصادية اللي هي كل ربع كيلو هيتعمل وجبة. زي مثلا كفتة الرز هتعمليها وجبة، هيبقى فيها برضو وجبة طبيخ حلوة. وهتعملي الربع كيلو التاني هتعمليه وصفة برجر لحمة، برضو هيبقى وجبة كده الولاد بتحبها، وتعملي بقى سندوتشات وحاجات في البيت. فكل دي افكار انا بقولها لك، انتي بتاخدي الفكرة اللي تناسبك وبتنفذيها، بس مفيش حاجة اسمها مستحيل. ولو عايزة ميزانية أسبوعية يعني أقل من كده كمان في السعر، فإن شاء الله ممكن أعمل معاكم في فيديوهات تانية أفكار جديدة ومختلفة على حسب الميزانية اللي انتي محتاجاها. فده كده حبايبي كان وصفات النهاردة وكان فيديو النهاردة، ميزانية أسبوعية حلوة جدا. وعلى فكرة كمية الفراخ مع اللحمة دي يعني ممكن أقسمها كمان تكفيني أسبوعين. وعمر التدبير مكان حرمان، بالعكس التدبير ده بيظبط امورك جدا وبيخليكي يعني لو نفسك في حاجة تسعي ان انتي تشتريها. فعمر التدبير ما كان حاجة وحشة اطلاقا، وطول ما ربنا موسعها علينا احنا بنوسعها على اولادنا. لو حاسين ان احنا محتاجين نضغط نفسنا شوية عشان نفسنا في حاجة وعايزين نجيبها مثلا والامكانية مش سامحة، فما فيش مشكلة ان احنا نلجأ للوصفات اللي بتدبر وان احنا نضغط الميزانية بافكار حلوة بدون حرمان. وده كده حبايبي كان فيديو النهاردة ووصفات وأفكار الأسبوع ده. أشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفات جديدة وميزانية أسبوعية جديدة، ومع ألف سلامة.